يجي، ما هو سابنا من هنا وهم اتشطروا علينا من هنا. زي ما شفتوا كده كنت قاعده وفاتحه الكام، كنت ناويه اصور لكم فيديو حلو جدا ان شاء الله هنصوره مره تانية. المهم خرج الصغنن الكومنر من بلكونه يعيط وخايف علشان شاف بورس، وكلمي لي بابا كلمي لي بابا. جوزي اليومين دول مسافر بره عنده شغل، كلمته وقلت له الحقنا يا حاج، هنعمل ايه يا حاج؟ المهم هو كالعاده اتصرف، قال لنا ما تخافوش وطمنا، وبعد كام ساعه لقيناهم داخلين علينا. خير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا. الشركة اليابانية مكافحة الحشرات المعدنية. الشركه اليابانيه، اتفضلوا اتفضلوا. وقبل ما ندخل في الموضوع هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. الحاج بقى وهو في اخر بلاد المسلمين حلها لنا، ربنا يخليك لنا يا حاج وتفضل دايما كده تحل لنا كل مشاكلنا وتطمنا حتى وانت بعيد عننا. السنه اللي فاتت واحد صاحبه كان عنده نفس المشكله دي، بس كانت على اكبر، يعني كانت مشكله اكبر بكتير. صاحبه ده كان جاي من بره، كان هو ومراته بيعملوا عمره، ولما نزلوا جه معاهم حشره البق. عايزه اقول لكم انها انتشرت في ثواني في الفيلا عندهم، هم قاعدين في فيلا فيصل. عايزه اقول لكم بقى الحشره دي انتشرت ودمرت الدنيا. المهم بالصدفه اختها قالت لها على شركه اليابانيه، وكلموهم وخلصوهم من الحشره البشعه دي. انا الحشره دي مسميها الله اكبر، ما بقولش اسمها، الحشره الصعبه دي. فجوزي افتكر الموضوع وكلم صاحبه، قال له على شركه اليابانيه، وقال له يا هيثم ما تقلقش، ده موضوع بسيط، اطمن وطمن الجماعه، كده كده انتوا عارفين ان الصيف دخل علينا. ودخل بقى الصيف بايه؟ بكل الحشرات اللي بتطلع من حواجرها، زي الصراصير والنمل والابراس والهاموش وحشرات البق، اعوذ بالله منها. المهم بقى الحاج كلم الشركه اليابانيه لمكافحه الحشرات والقوارض اللي بتخلصكم تماما من كل ده، وبسم الله ما شاء الله عليهم جم. عايزه اقول لك قاموا بالواجب وزياده، ما شاء الله عندهم مرحلتين. المرحله الاولى اللي انت شايفاها دي بداوا بالليفنج، خلوه ما شاء الله. عايزه اقول لكم ما سابوش اي قطعه في الليفنج. الليفنج عندي زي ما انتم عارفين فيه ركنه وفيه سفره، عايزه اقول لكم رشوا كل حاجه ودخلوا على المطبخ زي ما انتم شايفين كده. دي المرحله الثانيه، جهاز البخار ده ما خلوش ضرفه، ما خلوش يعني اي خن صغير، حتى البيبه فتحوها ورشوها وقفلوها تاني، يعني رشوا كل حاجه. بصراحه مفيش كده. احلى حاجه في الموضوع ان الماتيريال المستخدمه كلها مواد صحه عامه، يعني مرخصه من وزاره الصحه بدون اي رائحه. يعني رشوا وانا والثلاث ولاد في البيت ما حصلناش اي حاجه. لا وكمان الرش بيتم بدون ما نحرك اي قطعه اساس من مكانها، يعني بنرش والحاجه مكانها. يا جماعه دول بيشيلوا زي ما انتم شايفين كده شيله الانتريه او الصالون وبيرجعوا الحاجه تاني مكانها. والمواد اللي بيرشوا بيها يا جماعه امنه على الاطفال وكبار السن ومرضى الحساسيه. انا قدامكم اهو واقفه في وسطهم هما بيرشوا، وما شاء الله انا عندي حساسيه اللهم بارك. خلصوا حته حته في الليفنج والمطبخ ودخلوا على الريسبشن، حتى الستاير رشوها وعقموها. ويلا بينا بقى على مجلس الرجاله. مجلس الرجاله ده انا بفتحوش اصلا الا عشان انضفه بس، زي ما انتم شايفين كده فتحوه وما شاء الله شلته شلته شالوها، ما خلوش حته يا جماعه ما رشوش فيها. كل زاويه كل ركن، برغم ان الاوضه دي اصلا مقفوله انا ما بفتحهاش تماما، دي مجلس الرجاله، يعني انا اصلا ما بخشهاش الا مثلا يعني مره كل اسبوع عشان انضفها. عايزه اقول لكم رشوها وخلوها مش قادره اوصف لكم يا جماعه، الرش بتاعهم بجد ملهوش ريحه. وكمان كان عندي صرصار صغنطوط كده قالوا لي ان اسمه الصرصار الالماني، يعني عرفوني اصله وفصله. ورشوا كل بيبه عندي في البيت، يعني انا عندي بيبه في المطبخ وفي كل حمام عندي بيبه، رشوا كل البيبات وقالوا لي اطمني، ولا بقى صرصار الماني ولا باكستاني، مش هيبقى عندك اي صراصير تاني. احلى حاجه في الموضوع بقى اننا بندفع اول مره بس، وكمان بخصم 15% لكل متابعين ساره سمير، يعني بتدفعي الرش اول مره بس، واول متابعه بتكون بعد 21 يوم وبتكون مجانيه، ولمده 3 سنوات بيجولك كل 3 شهور يا جماعه. ما بتدفعيش ولا مليم، بتدفعي مواصلات المندوب اللي هيرشلك وبس. وانا عارفه انا بقولك ايه، بتدفعي اول مره بس وبخصم 15% لو انتي من متابعين شيف ساره سمير، ولمده 3 سنوات الرش بيكون مجاني. ويا جماعه الجاردن هي اللي بتكون السبب ومصدر اساسي لوجود الابراص، لان الجاردن دي بتحوي نمل وناموس وهاموش وذباب، فبالتالي بتتوجد الابراص، ومن هنا الابراص بقى بتتنقل للشقق. فبجد انا بنصحكم بالشركه اليابانيه لمكافحه الحشرات والقوارض، بتخلصكم تماما من كل ده. هنا بقى كلمت جوزي وقلت له الف شكر يا حاج، اشوفكم على خير.